محدش بياكلها بالساهل. الجملة دي أو العبارة الشهيرة دي اللي اشتهرت بيها الفنانة الراحلة تحية الأنصاري صاحبة الوجه البريء في عائلة شلش والشهد والدموع والعديد من الأعمال. والفنانة تحية الأنصاري طلقت لفترة قصيرة وتركت علامة ما ننساهاش. بعد كده اختفت في ظروف غامضة ورحلت في صمت، وفي الدقائق التالية هنتعرف سويا على حياتها المؤلمة ونهايتها الحزينة. ويشرفني طبعا انضمامكم للقناة ونكمل حبايب. ولدت فتحية الأنصاري وده اسمها الحقيقي، لكن اشتهرت باسم تحية الأنصاري في 13 ديسمبر عام 1962 لوالد مصري الجنسية وأم تركية، من أسرة مكونة من 8 أشقاء، وكان ترتيبها الخامس بين إخواتها. وتحية الأنصاري بدأت حياتها درامية بوفاة شقيقها التوأم عقب ولادته مباشرة. وتوفت والدتها نتيجة تعرضها لنزيف حاد، وكانت تحية الأنصاري وقتها في عمر 8 سنوات، فعاشت يتيمة الأم وهي طفلة صغيرة. وظهرت ميول تحية الأنصاري الفنية في المرحلة الثانوي، وتخرجت في الجامعة الأمريكية قسم علم نفس، وكانت بتهوى القراءة والكتابة وعاشقة للحيوانات الأليفة. وتحية الأنصاري لما صرحت عائلتها في رغبتها في احتراف الفن عرضوها طبعا في البداية لأن التمثيل عيب وما يناسبش تقاليد العائلة، ولكنها حصلت على دعم والدها بعد ما شاف يعني إن هي متمسكة بحلمها. وعن بداية تحية الأنصاري الفنية، كانت بداية الفنانة تحية الأنصاري عام 1980 في سهرة تلفزيونية بعنوان صورة عائلية، وبعدها شاركت في مسلسل وفي ناس طيبين مع الفنانة الراحلة زهرة العلا عام 1981. واستطاعت الفنانة تحية الأنصاري إن هي تلفت الأنظار ليها لما شاركت في مسلسل في حاجة غلط مع الفنان الراحل حسن عابدين والفنانة الراحلة كريمة مختار. وبعد كده شاركت تحية الأنصاري في مسلسل الشهد والدموع الجزء الثاني في دور سوزان، ابنة حافظ رضوان الصورة عام 1985، وكان معاها نخبة من النجوم في الوقت ده زي الراحل يوسف شعبان ونوال أبو الفتوح وعفاف شعيب، نسرين خالد زكي محمود الجندي، ولاقى المسلسل نجاح كبير جدا. وكان أول ظهور للفنانة تحية الأنصاري في السينما المصرية عام 1986 في فيلم حل يرضي جميع الأطراف، حيث تجلت موهبتها الفنية لما ظهرت مغمضة عينيها الاتنين عشان تجسد دور فتاة كفيفة مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة سعاد نصر، في دور اعتبروا النقاد يعني أكثر تميزا علاوة على دورها في المسلسل الديني محمد رسول الله مع الفنان محمد الضفراوي. وشاركت تحية الأنصاري في مسلسل صرخة بريء عام 1987 مع الفنان الراحل محمد رضا وإلهام شاهين ومحمد وفي. قطيعة محدش بياكلها بالساهل تعد من أشهر العبارات اللي أطلقتها الفنانة تحية الأنصاري خلال أحداث مسلسل عائلة شلش، اللي جسدت فيه شخصية سحر الفتاة الجامعية المتمردة اللي بتتحدى التقاليد وتقف على العربية لبيع السندوتشات لزمايلها في الجامعة كبداية لتحقيق أحلامها وإقامة مشروع خاص بيها بعيدا عن الوظيفة الميري. ونجحت بالفعل تحية الأنصاري في تجسيد شخصية سحر، وارتبط بها الجمهور، وكان المسلسل علامة فارقة في مشوارها الفني عام 1990 مع النجم الراحل صلاح ذو الفقار وليلى طاهر وعماد رشاد وماجدة زكي ومجموعة كبيرة من الفنانين. والمسلسل كان من تأليف أحمد عوض وإخراج محمد نبيه. ويعد الفيلم السينمائي الواد سيد النصاب آخر مشاركة للفنانة تحية الأنصاري في مجال الفن.
كان مع الراحل سعيد صالح وإسعاد يونس ومحمد الشرقاوي عام 1990، وبعدها توقفت عن العمل بالفن بسبب إصابتها بمرض السرطان. وبعد إصابتها بمرض السرطان غابت عن الأنظار في بداية التسعينيات، وظلت سنوات طويلة تتلقى علاجها حتى من الله عليها بالشفاء، ولكن ما استمرتش فرحتها بالتعافي من المرض اللعين، لكن أصيبت بذبحة صدرية مفاجئة أودت بحياتها. وكانت شنت إجلال زكي هجوم كبير على الفنانة الراحلة تحية الأنصاري، وحكت إن هي كانت سبب في تعطيل التصوير لساعات طويلة لتسليط الإضاءة عليها يعني، وزيادة إظهار جمالها، ودفع ده أبطال العمل للتقدم بشكوى للمنتج ممدوح الليثي، خاصة بعد ما عرفوا إن هي زوجة المخرج وإنه بيعمل كده لإرضائها. وقالت إن هي ما شافتهاش في أي عمل تاني لأنها بتفتقد لروح الجماعة وبتتعامل بأنانية، فترد عليها ياسمين عز ساخرة ما هو من اللي بتعمله. واشتعل موقع الفيسبوك وعبر كتير عن استيائهم من الكلام ده، خاصة إن الفنانة تحية الأنصاري كانت بتعاني في الوقت ده من مرض السرطان، وكانت بتخاف إن هي تظهر يعني بشكل غير مناسب ويبدو عليها الإعياء، فكانت بتطلب تعامل معين يعني مع الإضاءة، وإن هي بسبب معاناتها مع مرض السرطان ابتعدت عن الأضواء لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عام. وفي هدوء داخل منزلها بمصر الجديدة، وفي يوم 18 نوفمبر 2005 خرجت الفنانة تحية الأنصاري محمولة على الأعناق بعد أن صعدت روحها لبارئها عن عمر يناهز 43 عام بسبب ذبحة صدرية، بعد ما عاشت طول عمرها تحملت السرطان بداخلها لترحل عن الحياة. وهكذا عاشت الفنانة الراحلة تحية الأنصاري، عاشت يتيمة خطفها الموت مبكرا، هزمت السرطان ولكن سرعان ما أصيبت بذبحة صدرية قضت عليها. حقيقي محدش بياكلها بالساهل، ربنا يجعلنا مستعدين ويحسن ختامنا جميعا، وكل واحد ونصيبه في الدنيا، المهم الواحد يكون مستعد. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، وتمنياتي لكم بالصحة والعافية، وشكرا جزيلا، مع السلامة.